اترك الذنب، الزم الاستغفار تأدبا إلى الله، وابقى مع الاستغفار. راجعني بعد 6 أشهر 7 أشهر بتشوف حالك وين صرت. والله سينقلب حالك إلى ما هو خير، سترى عجب. نعم سترى عجب من فرج الله. لكن ابقى مع الاستغفار بالليل والنهار. ألا يزال لسانك رطب بذكر الله، اجعله استغفارا. نعم، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرج ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. كل شيء معطل عندك بحياتك توب من الذنوب والزم الاستغفار سيعطيك الله هذا الامر. وصلت؟ الان بدي ابين لك باقل من كم من دقيقه لماذا انا عندي عشرات الاسئله ما بقدر انا اطلع لكل واحد انزل له هكذا كلام. فان وصلك هذه الرساله خلاص تكفيك. امسك مسبحتك، اجلس في زاويه البيت، في زاويه المسجد، في شغلك، في كل مكان. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. نعم انا ما نهيتك عن شيء، لكن حقق 30,000 استغفار، مش من باب تحديد الاوراد، لا ندخل في هذا الباب، من باب الاكثار، انه هذا مصداق لوعد الله جل في علاه. والجمال في الاستغفار في ايات حسيه، والترتيب الذي في سوره نوح ياتيك تبعا واحد تلو الاخر كما رتبه الله. قل استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ياتي المطر، يمددكم باموال ياتي المال، وبنين وياتي البنين. والسحر كان في تعطيل بسبب بنين. نعم عندي انا بتكلم على 2015، فالمال جاء والسحر أبطل والبنين جاءوا بالترتيب، بالترتيب كما رتب الله جل في علاه. والله ما تفاوت شيء إلا بالترتيب كما قال الله، عشان تعرف إن هذا الأمر من عند الله، والرزق من حيث لا تحتسب كما قال رسول الله، عشان تعرف إنه الحديث هذا الذي هو ضعيف هو صحيح. كل الذين رزقهم الله من حيث لم يحتسبوا. مش مهم، الزموا الاستغفار هو حبل النجاة. الزموا الاستغفار فهو رحمة الله. الزموا الاستغفار بالليل والنهار. خليك مستغفر مستغفر مستغفر. الموضوع مش تعداد اوراد، الموضوع انك تتوب من ذنوبك والله بيفتح عليك. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.